كثيرين سألوني يا جماعة وش في بعد الموت يا صفوق؟ أوه توقعت هالشيء. بعد الموت طبعا أنت تعرف الأديان معتقدات، أعتقد يعني بالإنجليزي I think. أما بدك تقدم المعتقدات كحقيقة مرة، هنا تصير أنت رقم 11. رقم 11 شو يقول لك؟ المتشددين طبعا يقتلك ويقول لك أفوت جنات، الرب يقول لي تعال على الجنة ونام مع نسوان. هاي إذا استعملت الدين كحقيقة كفاكت أو ريل حقائق. لا، الدين ما هو ترو ولا هو كذا، هي معتقدات. بعد الموت ناس تعتقد أنها تتحول إلى مليحي، مثل الدرعاوي يقول لك أنا بعد الموت أتحول إلى مليحي. ابن دير الزور يقول لك أتحول إلى منسف. في منهم يعتقد انتبه وركزي على كلمة I think أعتقد. سموها معتقدات، هي اسمها معتقدات، أنا اللي سميتها؟ لا، هي من يومها معتقدات. واحد يقول لك أنام مع نسوان بعد الموت، 72 73 وحدة، واغلب الناس يعتقد كذا الأمانة بالشرق الأوسط. تجي على الهند يقول لك أتحول إلى زهرة ياسمين. تروح على مناطق أبعد بالصين يقول لك فراشة. حسب كل بيئة تعتقد. طيب هل بعد الموت يوجد حقيقة مرة نعرف؟ لا، إلا بشرط واحد، لازم تموت وبعدين ترجع وتخبرنا. هسا في طالع سخافات جديدة يقول لك في ناس رجعت من الموت وخبرتنا. هذا حلمان، كان حلمان تحت أبر البنج بالمشفى، وبعدين صحى وقال شفت وسويت وصار يهبد، والناس مساكين تصدق لأنها عندها شغف تريد تعرف شو في بعد الموت. البشرية كلها لا تعرف. يعني الياباني الآن لو سألته، اليابان ملحدة، تسأله تقول شو في بعد الموت، يقول لك لا أدري، لأنه إذا أعطاك وصف أو قال لك ما في يكون كذاب، ما يريد يكذب. منطقيا اليابان منطقي للأمانة، الجواب الياباني منطقي، يقول لك لا أدري. وفعلا كلمة لا أدري الأكثر منطقية، لأنه اللي يعطيك وصف بعد الموت كذاب، واللي يقول لك ما في كمان كذاب. أما كلمة لا أدري هي قمة المنطقية. أما أنك تجي تعطيني إياها كحقيقة ولازم تصدق وغصب عليك وفي جنة وفي نار وفي زهور وفي كذا كحقيقة مرة فاكت يسمونه بالإنجليزي أو حقائق، لا يمكن. تقدر تقول أعتقد أو لا أعتقد. أنا أعتقد الشتوية الجاية في الشتاء راح تمطر، ممكن تمطر ممكن لا. أعتقد الصيف القادم درجة الحرارة توصل 50، ممكن ما توصل، ممكن توصل 47، ما توصل، يمكن 50، يمكن يمكن لا. هذه يسمونه I think أعتقد. لذلك سموا الأديان معتقدات. طيب إمتى الواحد يكون خطر على الناس إذا كان متدين؟ لما يتعامل معاك أنه هذا الدين حقيقة مرة وحقيقة علمية، هنا هذا خطر على المجتمع وخطر على الناس وخطر حتى على نفسه. لازم تنكسر الهالة المقدسة اللي براسه، يلي مو بس حقيقة مرة يعتبرها أكثر من الحقيقة والعلم. تخيل في ناس مع أنه الأديان كلها مجرد معتقدات I think. هذا يعتقد بالهندوسية، هذا البوذية، هذا المسيحي، هذا اليهودي، هذا المسلم. حتى في الدين الإسلامي الواحد في 80 معتقد. واحد يكفر الآخر، واحد يقول الآخر أنت كافر، عندك تكتل شيعي، تكتل سني، تكتل صوفي، تكتل إخواني، كذا كذا. لا، والغريب يجيك واحد يدعيك يقول لك أدعوك للدين الأوحد. أنت منو قال لك أنه أوحد؟ ما هو أوحد. دين المنطقة في الشرق الأوسط ما هو أوحد، في 80 ملة. أكثر حدا مقسم هو دين الشرق الأوسط. فبالتالي يا حبيبي بعد اللي سألني عن بعد شو اسمه الموت، هي معتقد. على الأغلب هي مثل قبل الولادة. ترى في ناس تعتقد جنة ونار وكذا، شعوبنا المسلمة وكذا، نحن المسلمين نعتقد انه في جنة وننام مع نسوان، وهذا معتقد جيد، لأن النسوان هناك تكون بيضة طرية كذا، ويقول لك خضار وكذا وشلالات ومي. طبعا هذا الوصف منين جبناه؟ احنا جبنا هذا الوصف لأنه اللي وصفوا لنا اياه ناس كانوا بالصحراء يحبون الخضار، ما في خضار. يحبون الأخضر مثل الريف السويسري، ما في. يحبون المي، ما في مي. فوصفوا لك قالوا لك بالجنة في مي مسكوب، يعني مي يظل يخرخر. المي يظل يخرخر شنو؟ ده أنا عندي بالبيت حمامة التواليت تظل مفتوحة والمطبخ. هو هذا شنو؟ هذا حلم؟ هذا مو حلم، بس هذا حلم بالنسبة إلى حدا في الصحراء. بالتالي نحترم معتقدات الناس. ناس تعتقد إنها تفوت جنات وناس كذا تتنومس. أما حقيقة مرة، هذا الكلام ما هو حقيقة خالص، مجرد تخيل. I imagine that يسمونه بالإنجليزي، أنا أتصور ذلك أو أنا أتخيل ذلك أو أنا أعتقد يعني. فشعوبنا عندها فكر إحادي، مشكلة تتعامل معك كحقيقة علمية. وأكثر شغلة أضرت بالمنطقة لما دخلوا الدين بالبحث العلمي شلون الإعجاز العلمي. أكبر كذبة مرت على الشرق الأوسط الإعجاز العلمي. نحن مفلسين علميا لما نربط الدين بالعلم. طيب عندك إعجاز علمي، تعال ورجينا.
من 1400 و1500 سنة إعجاز علمي في الدين عندك، مو اصنع لي إبرة، ما صنعت شيء. فالدين روحاني وربط الإعجاز العلمي فيه مطلوب منك تصنع، يلا ما دام العلم مرتبط يلا طبق الدين وتطور. لشو؟ هل تطورت الإمارات ولا اليابان والمانيا بالصلاة وكثرة الصلاة؟ لا، كثرة العقل والاقتراب من العقل وليس من الدين. بالتالي موضوع بعد الموت موضوع رمزي نوماس. ليش؟ لأنه الإنسان خايف من المجهول. يعني تخيل لو فكرنا أنا وأنتم الآن فجأة اختفينا، وين نروح؟ هلا كل واحد له رأي شكل، واحد يقول لك أتحول زهرة في باكستان، واحد يقول لك أتحول إلى كندرة في أذربيجان، كندرة سيكومي بوت سيكومي، واحد يقول لك لا أتحول إلى عصفور بلبل طير أخضر كذا. ما الإنسان هنا عجز الإنسان عن أن يعرف ما في هنا. شو في بعد الموت؟ في شرط أساسي اللي خبرك بعد الموت لازم تصدقه، إذا مات ورجع. بس ما حدا مات ورجع، حتى الأنبياء نفسهم. فبالتالي موضوع بعد الموت هو معتقد، تخيل، تصور، هيك تتخيل وتنام وكذا، لأن الإنسان يخاف من المجهول. هلا كلكم خايفين من المجهول، هسه ناس تنزل لي بالتعليقات سب وشتم، ليش؟ لأنه خايف جدا من المجهول. خايف. هذا